النهاردة جايين نحكي الحكاية كاملة. الجزء الأول والجزء الثاني حكاية بدأت بخوف وتحولت لصراع من أجل البقاء. الرحلة دي مش بس عن النجاة، دي عن الإيمان، عن القوة اللي بتظهر لما تكون الدنيا كلها ظلام. خليك معانا برايت بوكس، الحكاية اللي لما تغمض بتشوف أكتر مما كنت متخيل. من هنا تبدأ حكاية عن الخوف والأمومة والبقاء، عن امرأة واحدة قررت تواجه المستحيل، مش علشان نفسها لكن علشان طفلين صغيرين في عالم فقد إنسانيته. الصمت يسيطر على المكان، وسيدة واقفة عند باب خشبي قديم، صوتها حاد وحزين بتنادي على طفلين: اسمعوني كويس، اللي هيحاول يفتح عينيه هنموت كلنا، مفيش لعب، مفيش أسئلة، نفذوا اللي بقول عليه بالحرف. هي دي ماري لور، ملامحها متوترة وعينيها فيها تعب السنين. قدامها طفلين صغيرين ما بين 5 و6 سنين، كل واحد فيهم شايل حقيبة صغيرة ووشهم مخفي خالف عصابات سودة بتغطي العيون. في ايديها صندوق خشب مقفول عليه بشدة وصوت طيور جوه بيغرد بخوف. ده برايت بوكس، رمز الأمل الصغير اللي لسه باقي في عالم مات في كل شيء. بتاخدهم وتخرج من البيت اتجاه النهر. المطر بينزل والجو رمادي كأنه بينظر لنهاية جديدة. بتحطهم في قارب صغير وتبدأ الرحلة اللي محدش رجع منها قبل كده. الرحلة في نهر مظلم مفهوش غير صوت الموج، صوت الطيور اللي بتحذر من اقتراب المخلوقات. لكن قبل ما نفهم ليه لازم نرجع لليوم اللي بدأ فيه كل شيء. ماري لور كانت فنانة تشكيلية عايشة لوحدها في بيت مليان لوحات نص مش مكمل وألوان باهتة بتعكس حياتها اللي فقدت شغفها. كانت حامل لكن علاقتها بوالد الطفل انتهت بدري جدا. هي مش أم بالمعنى الحقيقي، كانت شايفة الأمومة عيب مش حلم. أختها جيسيكا عكسها تماما، اجتماعية متفائلة دايما بتحاول وتخرجها من العزلة. وفي يوم عادي جدا هم رايحين مع بعض المستشفى علشان تتابع حملها. العالم بيبدأ يتشقلب. الأخبار على التلفزيون كانت بتتكلم عن وباء غريب بدأ في روسيا. الناس بتشوف حاجة في الهواء وبعدها بثواني بينتحروا، بس محدش كان مصدق. كل الناس كانت بتتعامل معاه كأنه إشاعة أو خبر مبالغ فيه. لكن في اللحظة دي ماري لور وهي خارجة من المستشفى بتشوف ست في الشارع واقفة قدام عربية، عينيها متجمدة على حاجة محدش شافها، وفجأة ترمي نفسها قدام العربية. الدم على الأسفلت، الناس بتصرخ، السيارات بتخبط في بعض، وفجأة الدنيا كلها بتغرق. جيسيكا تسحب ماري لور بالعربية بسرعة علشان يهربوا، لكن الموجة دي كانت أسرع منهم في الطريق. ماري لور تبص من الشباك وتشوف ناس بيموتوا بطريقة غريبة، في اللي بيولع نفسه واللي بيرمي روحه من البلكونة كأنهم شايفين كابوس محدش غيرهم يقدر يشوف. ماري لور مرعوبة، لكن جيسيكا اللي كانت سايقة ابتدت تتغير فجأة. نظرتها بقت غريبة، عينيها بتدمع، صوتها هادي كأنها شايف حاجة مبهرة. هو جميل جميل جدا. ماري لور بتصرخ: جيسيكا ركزي، لكن جيسيكا تبتسم وتلف الدرسكون بكل قوتها. العربية بتتقلب من فوق كوبري وتتدحرج في الهواء وتتحطم في الأرض، وماري لور بتطلع منها بالعافية، الدم على وشها، أنفاسها متقطعة، تنادي على أختها. لكن جيسيكا قامت مشيت بخطوات باردة ناحية عربية تانية مسرعة وترمي نفسها قدامها. انتهى كل شيء في ثانية. في اللحظة دي ماري لور عرفت إن دي مش مجرد أزمة، دي نهاية العالم. تبدأ تجري وسط الناس اللي بتصرخ. واحدة بتفتح باب بيتها وتنادي عليها: تعالي بسرعة قبل ما يشوفك حد. بتدخل معاها، الباب بيتقفل وراها. وهنا تبدأ المرحلة التانية من الكابوس. البيت الكبير والقديم وجوه مجموعة من الناس اللي حاولوا ينجوا توم، جندي سابق هادي متمسك بيحاول يسيطر على أخوه. دوغلاس محامي أناني وصريح زيادة عن اللزوم. شيل ست طيبة بتحاول تساعد الكل. تشارلي شاب بيشتغل في سوبر ماركت عنده نظرات عن نهاية العالم. أولمبي بنت خجولة وحامل زي ماري لور بالظبط. الجميع مرعوب، محدش عارف اللي بيحصل بره. لكن من كلام تشارلي بيكتشفوا إن في كائنات غير مرئية بتمشي في الهواء اللي يشوفوها، بتخليه يشوف أسوأ كابوس ويخليه يقتل نفسه. ماري لور مش مصدقة، لكن لما بتشوف بعينيها الفيديو اللي صوروه في الكاميرات بتشوف ناس فعلا بيتجننوا لحظة واحدة وتنهار دموعها، لأنها أدركت إن مفيش تفسير، مفيش منطق. بصوت هادي لكنه مليان خوف قفلوا الشبابيك وغطوا الزجاج، مفيش نور يدخل. كل واحد بقى عايش في الضلمة، استنى اليوم اللي المخلوقات هتسيبهم فيه. بس اليوم ده
عمره ما جه. الأيام عدت ببطء والبيت بقى فيه مزيج من الخوف والملل والجنون. توم كان الشخص الوحيد اللي بيحاول يخلي الكل متمسك، وهو اللي بدأ يقرب من ماري لو، يشوف فيها الأم اللي بتحاول تستخبى من العالم لكن جواها قوة محدش شافها. في يوم قرروا يخرجوا يجيبوا أكل من السوبر ماركت، غطوا كل الشبابيك في العربية، ماشيين على الطريق باستخدام أجهزة الملاحة. المشهد ده كان من أكتر مشهد التوتر في الفيلم، لأنهم بيسمعوا أصوات غريبة حوالين العربية، صوت الريح، لكنهم نجحوا ووصلوا للسوبر ماركت، وهناك لقوا حاجة غريبة مطروقة، أكل، مية، حياة كاملة راحت فجأة. لكن كمان لقوا حاجة أهم، طيور صغيرة محبوسة في قفص. توم بيقول لهم دول ممكن يكونوا إنذار مبكر، لو الطيور خافت يبقى في حاجة أكتر. الكل عارف إن مجرد نظر العالم بره ممكن تكون النهاية. ماري لو مش مصدقة اللي بيحصل، لكنها بتحاول تسيطر، وفي وسط الرعب بتحس بحركة في بطنها، جنينها بيكبر، في حياة صغيرة بتحاول تولد وسط كل الموت ده. الليل بيعدي ببطء، بيحاولوا يسمعوا الراديو ويدوروا على أي صوت من بره، وفي تسجيل غريب بيقول إن في ملجأ آمن في منطقة بعيدة على النهر، لكن الطريق خطر جدا. وواحد جديد بيخبط بره، راجل بيقوله إنه بيهرب من كائنات وبيترجاهم. ماري لو وتوم بيحاولوا يساعدوه، لكن دو ولوز بيرفض أي حد من بره خطر، محدش يضمن إنه مش مصاب. بيقرروا يدخلوا الراجل، وفعلا شكله طبيعي، لكن بعد كام يوم بيبتدي يتصرف بغرابة، بيتكلم عن الكائنات بحب، بيقول لهم وإن الناس لازم تشوف. في لحظة جنون بيفتح الشبابيك، بيدخل الضوء، ويبدأ الرعب الحقيقي جوه البيت. الكل بيجري، الأصوات بتعلى، الناس بتموت واحدة ورا التانية. ماري لو وتوم بينجوا بالعافية. بعد 5 سنين من الجحيم العالم خلاص اتدمر، الأنهار بقت الطريق الوحيد للهروب، والبقاء على قيد الحياة بقى معجزة. ماري لو دلوقتي أقوى، أذكى، وعارفة إنها لازم تفضل كده، لكن في نفس الوقت قلبها بيتحرق من جوه، لأنها فقدت كل حاجة إلا أمل صغير إن في مكان آمن في آخر الرحلة. وهنا نرجع للقطة اللي شفناها في البداية، ماري لو في القارب بتقول بحزن لو حد حاول يفتح عينيه هنموت، الرحلة لسه ما بدأتش، والنهر الطويل اللي قدامهم هيكون الاختبار الأخير. ماري لو تسمع صوت توم، الراجل اللي حبته فقدته. ماري لو افتحي عينيكي، مفيش خوف دلوقتي، أنا هنا. لكنها تعرف إن ده مش هو، ده الشيء اللي بيقلد الأصوات علشان يخدعها. تمسك المجادف بقوة وتصرخ اسكت، انت مش حقيقي. القارب بيهتز والولد بيبدأ يبكي، لكن ماري لو بتهديه وبتحكي لهم حاجة صغيرة. كان في عصفور صغير بيخاف يطير، بس كل يوم كان بيحاول، مع كل محاولة كان بيقرب من السما شوية. واحنا كده مش هنخاف، هنكمل لحد آخر الطريق. المية بتزيد سرعتها، النهر بيبدأ يسوق، وفي منح خطر القارب بيتقلب، الأطفال بيقعوا في المية، لكنها ترفض تفتح عينيها، بتعتمد على صوتهم بس وتصرخ وسط التيار. بعد أيام طويلة من الجوع والخوف يوصلوا أخيرا لنقطة النهر اللي فيها تيار قوي جدا، وصوت ماري لو بيتبدل من الأسوأ للرجاء. استعد، هنا أصعب جزء في الرحلة، لو وقع حد محدش هيفتح عينه. بتشيلهم الاتنين في حضنها وتجري بأقصى ما تملك لحد ما تسمع صوت جديد، صوت جرس بعيد، صوت باب جديد بيتقفل. بتصرخ في حد هنا؟ أنا عندي طفلين ساعدوني. وفجأة الباب يتفتح ويظهر راجل كبير شايل سلاح، بيبص عليها ويقول لها غطي عينك وتعالي بسرعة. بيدخلها جوه مبنى ضخم جوه ناس كتير كلهم ناجين، لكن فجأة الأكبر إنها مدرسة المكففين، المكان اللي اتقال عنه في التسجيل الملجأ الآمن. الناس هنا بيعيشوا في سلام لأنهم ببساطة ما بيشوفوش، الأطفال بيشيلوا عصباتهم لأول مرة ويشوفوا العالم في أمان. ماري لو بتنهار بالبكاء، بتحضنهم وتقول من النهاردة ليكم أسماء، انت يا حبيبي اسمك توم علشان تفضل ذكرى الراجل اللي أنقذنا، وانت يا جميلتي اسمك أولمبي زي أمك اللي ضحت بنفسها. الدموع بتتخلط بضحك، الطيور اللي معاها في الصندوق بتغني لأول مرة كأنها بتحس بالأمان. ماري لو بتطلعهم من القفص وتفتح الباب، بتشوف الحديقة اللي مليانة حياة، بتتنفس بعمق لأول مرة من سنين، ترفع عينيها للسماء، الضوء بينعكس فيهم، وفي الخلفية صوت الطيور بيتصاعد، كان العالم بيحاول يولد من جديد. في النهاية لما خرجت ماري لو من النفق الطويل ده، ما كانتش بس ست ناجت من كائنات غامضة، كانت أم شافت الموت 100 مرة، ومع ذلك اختارت الحياة، اختارت تحب حتى لما الدنيا كانت بتعاقب اللي يحب، واختارت تحلم حتى لما الحلم بقى خطر. يمكن في عالمنا الحقيقي مفيش كائنات
وتخليك تموت لو فتحت عينيك. بس في كائنات تانية بتقلدنا كل يوم من غير ما نحس. الخوف، اليأس، كلام الناس، الفشل اللي بنشوفه في صدرنا، كل ده ممكن يخليك تطفي النور اللي جواك وتعيش بعينين مفتوحين لكن من غير ما تشوف. بس برايت بوكس علمنا حاجة محدش بينساها، إن القوة مش في اللي بيشوف الحقيقة، القوة في اللي بيكمل رغم الظلم، في اللي بيمشي وسط العاصفة وهو مغمض بس عنده إيمان إن في آخر الطريق في ضوء. وده نفس اللي بنعيشه هنا، كل واحد فينا بيحارب بطريقته، يمكن حلم صغير، يمكن بداية من الصفر، لكن اللي بيفرق هو إننا مكملين. زي مالي يور اللي ما وقفتش رغم كل اللي خسرته. يمكن تفتكر إن القصة خلصت، بس لأ، في عالم برايت بوكس كل نهاية ما هي إلا باب لرحلة تانية. اللي حصل كان مجرد بداية، لأن الظلام لسه ما قالش كلمته الأخيرة، ولسه في ناس بتحارب، ولسه في أمل بيقوم، ولسه في عيون خايفة تفتح. دلوقتي هندخل لعالم جديد، نفس الكارثة بس بموجة تانية ومصير مختلف. الجزء التاني من برايت بوكس مش عن الخوف من الموت، لكنه عن الخوف من الحياة نفسها، لما تبقى النجاة ثمنها كل حاجة بتحبها. أحكي لكم عن مدينة كانت من أجمل مدن العالم، مدينة ما كانتش بتنام، مليانة موسيقى وألوان وحياة. لكن في يوم كل ده اختفى، الناس سكتت، والشوارع اللي كانت مليانة ضحك بقت بتصرخ. اسم المدينة دي برشلونة. والحكاية اللي هنسمعها النهاردة مش مجرد قصة رعب، دي قصة عن الإيمان وعن راجل واحد حاول يلاقي النور غرقان في الظلام. اسمه سباستين، راجل عادي، أب بسيط، كان عايش حياة هادية مع بنته الصغيرة آنا اللي كانت بالنسبة له النور اللي بينور للدنيا. بس الحياة ساعات بتقرر تاخد كل حاجة فجأة من غير إنذار، من غير رحمة. كل حاجة بدأت في يوم مش طبيعي. الناس في الشوارع كانت ماشية عادي، فجأة سمعوا صريخ في السماء، والطيور بدأت تطير بخوف كأن في كارثة جاية من فوق. وفي لحظة كل اللي شافوا الحاجة دي اتغير، بعضهم انهار على الأرض وهو بيعيط، وبعضهم فضل يضحك زي المجنون. سباستين ما فهمش ايه اللي بيحصل، مسك ايد بنته الصغيرة آنا وجري على البيت، قفل الشبابيك، حاول يمنع النور يدخل بأي طريقة. والصوت في الشوارع كان مرعب، وصوت الطيور اللي بتخبط في الزجاج كأنها بتستغيث. الليل جه والدنيا كلها اتغيرت، ما بقاش فيه كهرباء ولا ناس ولا حتى أصوات بشر، بس كان فيه همسات في الهواء، أصوات خفيفة كأن في كائنات بتمشي حوالين البيوت. الناس ما كانتش عارفة هما ايه، بس اللي اتأكدوا منه إن النظر ليهم موت. المدينة بقت سجن كبير، وكل واحد لازم يعيش مغمض أو بعصب على عينيه، وكل خطوة لازم تكون بحساب. سباستين عمل اللي يقدر عليه علشان يحمي آنا. في يوم قرر يخرج مع بنته، ربط العصبيات على عينيه ومسك ايديها بقوة كأنه بيخاف لو سابها ثانية هتضيع. كل خطوة في الشارع كانت رعب. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لمبنى قديم فيه باب حديد مقفول، خبط عليه وسمع صوت ست من جوه. انتي لوحدك؟ فتحت الست الباب بحذر، دخلته جوه المبنى، لقى مجموعة صغيرة من النجيم. اللي كان بيدبر المكان راجل اسمه ريف، قال لسباستين إن في إشاعة عن منطقة آمنة في الشمال، إنهم بيستعدوا يروحوا هناك من أول فرصة. سباستين واقف على طول، لكن علشان آمن. الليالي كانت باردة ومليانة خوف، والصمت كان أتقل من الموت نفسه. لكن الغريب إن سباستين بدأ يسمع صوت، إن حتى لما تكون نايمة كانت بتهمس: بابا إحنا لازم نساعد الناس دول يشوفوا النور. ما فهمش كلامها بس سكت. يمكن بنت صغيرة عندها إيمان أكبر منه. كان كل اللي حواليه جحيم، الناس بتجري، المباني بتتحرق، والكائنات بتتحرك في الهواء كأنها ظل ملهاش شكل. وصل لمكان مهجور ووقف، بدأ يتنفس بصعوبة، ولما بص حواليه ملقاش آنا. فضل ينادي عليها بصوت متقاطع لكن مفيش رد. ساعتها أول مرة في الفيلم نشوف على وشه دموع راجل مش عارف هو فقد ايه ولا ايه. من اللحظة دي بدأ كل شيء يتغير. سباستين وقف في نص الشارع الفاضي والرياح بتلف حواليه، بينادي على آنا، صوته بيرتجف بين العمارات العالية اللي فقدت أصوات الناس. لكن الرد الوحيد كان صدى بيكرر الألم بدل ما يخففه. كان حاسس إنها لسه هناك قريبة منه، كان سامع ضحكتها الصغيرة بتتردد في ودنه كأنها لسه عايشة. فضل ماشي بالساعات من غير اتجاه، بس في حاجة غريبة بدأت تحصل. كان بيقابل مجموعات من النجيم، يبدأ معاهم الكلام ويحاول يهديهم من الخوف اللي جواه، لكن كل مرة بتنتهي بنفس النهاية اللي كانت بتهمس له: بابا هم محتاجين يشوفوا الحقيقة، خليهم يشوفوها. وساعتها هو هيعمل كده فعلا، يخليهم يشيلوا العاصفة ولما يشوفوا الكائنات يموتوا. بس هو ما كانش شايف انه بيقتلهم، كان مؤمن انه ينقذ ارواحهم. في يوم قابل مجموعة جديدة من النجيم،
من بينهم كانت كليرا، امرأة في الثلاثينات، ملامحها قوية لكن جواها حنان نادر في العالم ده، ومعاها طفلة صغيرة فقدت أهلها في أول كارثة. الطفلة دي كانت زي انعكاس لآنا، نفس العمر نفس البراءة. من أول لحظة شافها قلبها اتقلب، قالت له إحنا رايحين للشمال، بيقولوا في مكان آمن هناك، محتاجين ناس تساعد. فكر لحظة وبعدين وافق. حس بحاجة غريبة، لأول مرة من فترة طويلة كان عايز يعيش مش بس يخلص الناس. الرحلة كانت صعبة، جذور منهار، مباني متدمرة، وصوت كائنات بتتحرك فوقهم كأنها بتراقب كل نفس بياخدها. كانوا بيمشوا بالعصابات على عينيهم ويمسكوا في بعض زي سلسلة بشرية في الظلم. وفي وسط الطريق لما تعبوا قعدوا في محطة مترو قديم. الطفلة الصغيرة كانت خايفة، قرب منها سباستين وقال لها بهدوء ما تخافيش، لما تبقى خايف غمضي عينك واسمعي صوت قلبك. من اللحظة دي بدأ الشك يمشي عقله، هو بيعمل ايه؟ هو بينقذ الناس ولا بيوديهم للهلاك؟ وليه انت بتختفي وتظهري كأنها شبح؟ وفي اليوم اللي بعده المجموعة كلها اتحصرت في نفق ضيق، أصوات مبصرين، الناس اللي شافوا الكائنات ما ماتوش، الكائنات بتقرب منهم. الناس دي مؤمنين ان الرؤية خلاص، وان اللي مش شايفين عايشين في ظلام القفر، وكانوا بيطردوا الناجين علشان يخليهم يشوفوا النور. كلارا بدأت تصرخ فيهم إنهم لازم يجروا. سباستين سمع صوت آنا بتقوله سيبهم يمشوا، خليك السبب في خلاصهم، لكنه ما اتحركش ولأول مرة رفض يسمعها. قال لنفسه أنا مش هسيبهم يموتوا. بدأ يقاوم، مسك الطفلة الصغيرة بإيده وجري بيها ناحية المخرج. المبصرين بيجروا وراه، والأصوات الغريبة للكائنات حوالين المكان كأن الدنيا كلها بتنهار. وصلوا لنهاية النفق. ضوء النهار كان بينور من بعيد لكن الطريق مقفول بسياج حديد. كلارا حاولت تفتحه لكنها ما بتتحركش. المبصرين كانوا خلاص وراهم بخطوات. ساعتها سيباستين أخد قرار مفهوش رجوع. قال لكلارا بصوت هادي خدي الطفلة وهربي من الفتحة اللي فوق، أنا هوقفك. كلارا صرخت بس هيمسكوك. قالها ابتسامة حزينة أنا لازم أصلح اللي عمله. رجع لورا، رفع العصابة من عينيه وبص ناحية الكائنات اللي بتلف في الهواء. الصوت في دماغه كأنه بيزعق، لكن المرة دي ما كانش صوت أنا، كان صوته هو بيوجه نفسه. الضوء غمر وجهه ودموع نزلت. قال بهمس سامحيني يا أنا. تم هجم على المبصرين، بدأ يصيح بأعلى صوت يحاول يشتتهم علشان المجموعة تهرب. وفي لحظة صمت كل شيء. الحقيقة المظلمة. كنت فاكر إن اللي شافوني قبل كده هو أقصى درجات الجنون، لكن الحقيقة لأ، لسه الجحيم ليه وش تاني. سباستين بقى جزء من المجموعة الجديدة. دي بدأ يحاول يندمج معاها. بنشوفه يتكلم معاهم بهدوء، بيحاول يظهر إنه واحد منهم، شخص بيحاول ينجى زيهم. لكن احنا عارفين الراجل ده مش طبيعي، في حاجة غريبة بتحصل جواه. نظراته الباردة، طريقته الهادية زيادة عن اللزوم، كلها علامات ان جواه حاجة تانية بتتحرك. لكن سباستين رغم كل التحذيرات بص ناحية الضوء اللي بعيد. لما بتحس ان في حاجة مش تمام تحاول تمنعه، لكنه بيقولها بصوت واثق أنا شايف هما مش شر، هما النور. اللحظة دي بنبدأ نفهم إن سباستين شايف الهلوسة على إنها ملاكة، شايف الكائنات دي كأنها خلاص للعالم مش نهايتها، وده اللي بيخليه أخطر من أي حاجة تانية. وهو مؤمن إن الموت خلاص مش هلاك. تبدأ الأصوات تزيد، صراخ من آخر النفق وضوء قوي بيخترق الظلام. واحد من المجموعة بيقع والتاني بيجري ناحية النور. سباستين واقف بيتفرج مبتسم كأنه شايف جنة مفتوحة قدامه، لكن سماه بتصرخ فيه سباستين انت بتقتل الناس، لكنه بيرد بهدوء مرعب انا بخلصهم من الخوف. اللحظة دي بنبدأ نفهم مأساة الفيلم الحقيقية. الراجل اللي كنا مفكرينه بطل بيحمي بنته طلع هو نفسه أخطر على الباقيين، لكن جواه بيبدأ يتكسر. صوته الداخلي صوت آنا بنته بيكلمها طول الوقت بتقوله بابا دول مش أشرار سيبهم يعيشوا. الكلمات دي بتطعن قلبه. لأول مرة بيشك في نفسه، بيشك في إن اللي كل بيعمله كان فعلا بأمر ربنا ولا مجرد هلوسة صنعها الحزن. المجموعة بتنجح تخرج من النفق. سباستين بيبدأ يعترف لسماه وجو إن في صوت بنته بيكلمه،
من بعد موتها، وإنه كان بيسمعها بتقوله يخلص الناس عشان يشوفوا النور. الصمت بيسود المكان، محدش عارف يرد، الكل بينظر بخوف بس كمان بشفقة. سماء اللي فقدت أختها كانت الوحيدة اللي عندها القدرة تفهم وجعه، وبتقوله بهدوء يمكن النور اللي بتدور عليه مش بره، يمكن جواك. الكلمة دي بتقلب كيانه، كأنه لأول مرة يشوف الحقيقة. هو مش بيساعد الناس، هو بيهرب من الآلام طبعا. في الليلة دي بيقعد لوحده بيسمع صوتها تاني، لكن المرة دي صوتها مش بيطمنه، بيعاتبها. بابا أنا خلاص مش هنا. الدموع بتنزل وهو بيهمس لنفسه أنا قتلت ناس بريئة ليه؟ من اللحظة دي سباستين بيقرر يتغير، يكفر عن كل اللي عمله وبيبدأ رحلة خلاص جديد. لكن المرة دي مش خلاص الناس من الحياة، بل خلاصه هو من نفسه. تاني يوم المجموعة بتقرب من هدفها، قاعدة عسكرية في برشلونة. بيقولوا إنها المكان الوحيد اللي لسه فيه أمل فيه. في ناس بتحاول تفهم الكائنات دي علميا، ممكن يلاقوا علاج أو أي طريقة نجاة دايما، لكن الطريق ليها مش سهل. في ناس تانية في المدينة، ناس فقدت عقلها تماما، بقت تبعت الكائنات دي اسمهم المرسلين، بيمشوا من غير عصابات على عينيهم، بيحاولوا يخلوا الكل يشوفوا نور. المرسلين دول خطر حقيقي، بيقتلوا أي حد يرفض يشوف الكائن. وسباستين اللي كان في يوم من الأيام زيهم بيواجههم دلوقتي كعدو. أحدهم بيقول له أخونا سباستين رجعت ضد النور، يرد بصوت مليان وجع أنا كنت أعمى بس دلوقتي شايف الحقيقة. تبدأ مطاردة رهيبة عبر شوارع برشلونة حوالين المدينة. المرسلين بيهجموا والجو مليان رعب وصخاب. سباستين بيحاول يحمي سماء وجو، وبيقتل زي ما بيكون بيحاول يكفر عن كل ذنب ارتكبه. اللحظة تضحية بطولية لما بيهاجمهم واحد من المرسلين بيحاول يرغم سماء تشوف. سباستين بيتدخل، بيضحي بنفسه وبيسحب الراجل معاه ناحية الضوء. تصرخ سماء باسم، لكن النور بيغمره. قبل ما يختفي تماما سماء بتسمعه بهمس أنا جاي أشوفك. النور بيختفي، المدينة بترجع لهدوء النسب، وسماء وجو بينجحوا يوصلوا للقاعدة. وصلت سماء وجو إلى البوابة الحديدية الكبيرة. بعد ثواني سمعوا صوت من الداخل يقول مين هناك؟ بصوتها المرهق ردت احنا ناجين جايين من برشلونة. اتفتح الباب وظهر نور قوي، مش النور اللي بيقتل لكن نور أمل. الجنود سحبوهم بسرعة لجوه وقفلوا البوابة كأنهم بيغلقوا العالم الملعون بره. وبأول مرة من زمن طويل سماء شعرت بالأمان. جوه القاعدة المكان مليان ناجين، علماء، أطفال، وأشخاص فقدوا كتير لكن لسه متمسكين بشيء صغير اسمه الأمل. في عالم انهار تماما كانت النجاة مش دايما في الهروب من الموت، أحيانا النجاة الحقيقية إنك تواجه نفسك وتخفض اللي جواك. سماء بتسمع من إحدى العلماء إنهم بيشتغلوا على تجربة جديدة، ناس بتحاول تفهم طبيعة الكائنات، إزاي بتدخل لعقل، وليه في ناس بتتحول وناس لأ. أحيانا الغفران إننا نفهم دلوقتي في شعاع صغير من الحياة، في كل ضلمة فيها نقطة نور، وفي كل خوف في قلب لسه بيحاول يعيش. يمكن العالم كله فقد بصر لكن لسه في عيون شايفة الأمل. ودي كانت حكاية برايت بوكس، قصة علمتنا إن الخطر مش دايما بيجي من اللي بنشوفه، لكن أوقات بيجي من اللي جوانا، من خوفنا من شكلنا، من الحتة اللي جوانا بتهمس افتح عينيك وشوف الحقيقة. بس الحقيقة ساعات بتكون هي الجحيم نفسه. ميل لور ما كانتش بطلة خارقة، كانت أم بتحارب في عالم كله خوف، لكن كل خطوة خطتها في الظلام كانت رسالة لكل واحد فينا إن القوة مش في النظر، القوة في الإيمان، وإنك ممكن تمشي في أعماق ظلم بس توصل لو جواك نور كفاية. يمكن الكائنات دي تمثل الخوف، يمكن تمثل الذنب، لكن في النهاية برايت بوكس مش فيلم عن الرعب، هو فيلم عن النجاة من نفسنا، عن إننا نحافظ على النور اللي جوانا حتى لما العالم كله انهار. والجزء التاني أثبت إن الخطر مراحش وإن العالم لسه بيتنفس بالرعب. بس المرة دي العيون مش هي المشكلة في القلوب اللي بطلت تشوف الخير ولسه مكملين، لأن اللي جاي هيكون أخطر وأقوى. استعدوا لسلسلتنا الجديدة أكوايد بلس، سلسلة عن الصمت اللي بيقتل والرعب اللي بيبدأ من همس. هتعرف يعني إيه تعيش في عالم لازم تكون ساكت علشان تفضل حي. ومش بس كده، هننزل بفيلم جديد قريب جدا وهو آوي، فيلم عن العالم لما يفقد قدرته على النوم، عن أم بتحارب كل قوانين الطبيعة علشان تحمي أولادها والعالم حواليها
بيغرق في الجنون والظلم. يمكن كل الناس فقدت قدرتها على النوم، لكن وسط الكابوس ده في قلوب لسه صاحية بالأمل. تابعونا يا أبطال، لأن اللي جاي هيكون أقوى وأعمق وأخطر من أي حاجة فاتت. دي كانت حكايتنا النهاردة من قناة فيلم في قصة. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش اللحظة اللي الرعب فيها هيبدأ بصمت. استعدوا، لأن اللي جاي هيخلي الصمت نفسه يصرخ. خليك قريب.